اسمي مصطفى محمود بدري، الشهرة صاصة، بينادوني هنا صاصة، وعندي 21 سنة، وإن شاء الله نفسي أبقى لعيب محترف بإذن الله. حاليا بلعب في نادي النجوم. سيرتي بدأت ان انا كنت بلعب دوري بيس المدارس، كنا بنلعب من نهائي الجمهوريه، انا وكام لاعب كده اختارونا في الموهوبين، ورحنا عملنا بقى اختبارات في النادي، واتخذنا بقى في نادي النجوم وكملت انا، وكان عندي مثلا 10 سنين. كملت بقى في النجوم سنه ورا سنه بقى لغايه ما لعبنا سنه جمهوريه. رحت لعبت الاعاره السنه اللي فاتت في الواسطه في الممتاز بيه، ورجعت النجوم تاني من 2019 2020. سافرت الامارات، قعدت سنتين هناك، لعبت في فرسان اسبانيا سنه، والسنه الثانيه لعبت في العرب الاماراتي، بس ما كملتش يعني ولظروف كده ونزلت تاني. كان في مشاكل في البيت هنا، وانا عندي 3 بنات اصغر مني، فانا كنت لازم اقف مع ابويا هنا عشان اجهز اخواتي وكده، فاضطريت انزل يعني. جات عليا فترة قعدت في المنوفية، كنت شغال مع والدي مثلا من 12 بالليل ل 6 الصبح. كنت بروح النادي كل يوم، كنت اخلص واروح التمرين الساعة 10 وارجع تاني بالليل تاني على المنوفية. ما كنتش ببات هناك في النادي عشان اعرف اجيب مثلا فلوس وكده عشان اقدر اروح التمرين تاني يوم، يعني وراضي ابويا وراضي النادي برضه عشان ربنا يكرمنا. لما كسبت البطولة طبعا بطولة جامدة قوي، ومن احسن البطولات اللي لعبتها في حياتي يعني. كمان لما تبقى واحد على واحد، الحاجة الواحد الحريف بيحبها، فدي حاجة ممتعة يعني. ولما كسبت البطولة بقى والفرحة بال100,000 خدتها بعد الدورة على طول، بعد ما كسبت وتصورنا خدت ال100,000 جنيه وفتحت بيها المحل. والله بطولة النجم غيرت ان انا بعد ما كسبت البطولة فكرت ان انا افتح محل وكده، وغيرت يعني بقى مثلا معايا محل، معايا مشروع كده، بدل ما انا مثلا ادور على شغل وكده بقى معايا شغلي. دي غيرت حياتي جامد. طول ما شايف ابويا فرحان بيا وكده فانا مبسوط يعني، وكده هو فخور بيا، فانا الحمد لله يعني مبسوط. وبقى عايز اقول حاجه لولاد منطقتي والناس في المناطق اللي شبه اللي انا قاعد فيها دي، في ناس كتير مظلومه وفي ناس كتير احرف مني واحسن مني، وبقول لهم ما حدش يستسلم بدري، كمل واتمرن واجتهد وربنا بيدي المجتهد.